21 مترا لا أكثر تفصل بين الكعبة وبئر زمزم. فوهة البئر تقع أسفل المطاف حذو الحجر الأسود. لها نبعان يضخان صفو مائه، أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والآخر من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. هذه البئر الشريفة نظيفة دوما، لا تنمو فيها الطحالب، ولا تلجها الهوام أو الفطريات أو ملوثات الماء المعتادة. زمزم لا تكف عن ضخ المياه العذبة بأمر ربها بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لترا في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لترا ونصف اللتر في الثانية. المعجز أن هذه البئر الهائل ماؤها تستقر في محيط الكعبة المشرفة بعمق 31 مترا فقط. رحلة الماء المبارك تبدأ وقت يضخ الماء من البئر مباشرة بواسطة مضختين هائلتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً. ترسل من فورها إلى مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم في منطقة كدي عبر دفع آلي من أنابيب مخصوصة، بغية المحافظة على خصائص ماء زمزم الرقراق. الماء يشق طريقه إلى أفئدة مريديه. أما المسجد النبوي فيسافر إليه الماء المبارك يومياً، وينتقل الماء المدرار إلى جوار المختار عبر صهاريج مجهزة بمواصفات قياسية يتم تأمين أغطيتها ومحابسها بأقفال، بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصونه من أية مؤثرات. يبلغ معدله 150 ألف لتر في الأيام العادية، وفي المواسم يصل إلى 400 ألف لتر. تتابع عمليات السحب والضخ ومراقبة شبكات الأنابيب والخزانات بواسطة الألياف البصرية عن طريق برنامج متطور يعرف بنظام إسكادا. ويقدم الماء المبارك في حافظات معقمة ومبردة يبلغ عددها 40 ألف حافظة في الحرمين الشريفين، وموزعة بعناية فائقة في أوردة الحرمين وأروقته. تجهز الحافظات في نقاط التعبئة المنتشرة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثم تنقل بمنتهى الدقة عبر السيارات الكهربائية إلى أماكنها. ويراعى تقديم الماء مبردا وغير مبرد تلبية لرغبات الزوار والمصلين. كما أن الحافظات مزودة بأكواب بلاستيكية للشرب يصل عدد المستهلك منها أكثر من 2,000,000 كوب يوميا، وتستعمل لمرة واحدة حرصا على الصحة العامة للزوار والحجاج. وتمتاز الحافظات بوجود أقفال خاصة من أعلاها تحمي ماء زمزم من العبث والتلوث بالميكروبات والأتربة. وتغسل الحافظات وتعقم على مراحل بصورة احترافية ودورية في المحطات الخارجية. وتنتشر في باحات وزوايا الحرمين مشربيات ونوافير ثابتة للشرب تغطي جميع الأدوار والساحات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. كما توضع في المواسم خزانات لشرب المياه المبردة. وقد خصص موقع سبيل زمزم الكائن بالجهة الشرقية من ساحة المسجد الحرام لتعبئة الجوالين
تخفيفاً على المصلين والزوار. واستحدثت حاويات وقرب ماء زمزم المتجولة لخدمة المناطق المزدحمة كصحن المطاف، كما تقدم رئاسة الحرمين تسهيلاً على المشتاقين للماء المبارك عبوات منقاة صغيرة توزع في المسجد الحرام عند المطاف، وفي الصف الأول، وفي مصلى الجنائز. ويقدر الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام ب700,000 لتر، وفي المواسم ب2,000,000 لتر يومياً. وحرصاً على سلامة ماء زمزم وخلوه من الملوثات والمكدرات البكتيرية، تؤخذ عينات عشوائية من الحافظات والمشربيات والخزانات على مدار الساعة للتأكد من سلامته في المختبر المخصص لهذا الشأن. ويصل عدد العينات إلى 100 عينة يومياً. يا لتلك الرحلة المشرفة الجليلة، ولكن يبقى سؤال مهم: أي مصنع هذا الذي يقوم على مشروع سقيا زمزم العظيم في عام